السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رجعنا لكم النهارده بأكلة جديدة من أكلات حماتي. هتعمل لكم النهارده بطاطس ني في ني. هتقولوا لي يعني ايه بطاطس ني في ني؟ هقول لكم الطريقة دلوقتي. هي بتحب تحطها كل حاجة نية، والبطاطس بتاعتها صراحة مفيش حد بيعملها زي دي. هي بتحط الطماطم نية من غير ما تتسبك على النار، وبتحط ورق لورا وتوم مهروس على البطاطس، وبتقطع بطاطس ترانشات، يعني ايه كام خرطة كده، يعني متبقاش ناعمة قوي البصلة. ونصيحة اعملوها بالطريقة دي. والورق اللورا بيخلي ريحتها تحفة. الورق اللورا مش بس على الفراخ واللحوم، لا، على كمان الطبيخ، يعني البطاطس تعتبر طبيخ، احنا بنحط برضو في ورق لورا. وبتحط شطة حامية عشان تحميها، شطة خضراء قرن، شطة اخضر كده حامي كده ومشطشط، عشان ايه بقى تبقى لذيذة كمان. وهنعمل جنبها فراخ مسلوقة. طبعا محدش كل الناس تعرف الفراخ بتتسلق ازاي. احنا بنسلق الفراخ عادي بطماطم وبصل، وهنعمل جنبها رز معمر. احنا بس حابين نوريكم البطاطس بتتعمل ازاي، وحطت البهارات اهي، فلفل، بس قلنا نوريكم طريقه البطاطس بتتعمل ازاي. هي دي البطاطس بتاعتها بتتعمل، في الاخر بقى بتبقى خطيره. وبنحمره وشها في الفرن مع الرز المعمر والفراخ لما بنيجي نحمرها برضو في الفرن. وهنوريكم النهائي، الصوره النهائيه للاكل. ورجعنا تاني هنوريكم الرز المعمر بيتعمل ازاي. احنا غسلنا الرز كويس وحطيناه في البريمه، وحطينا دلوقتي بنحط اللبن عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعير اللبن بتاعه. احنا عاملين كام بريم عشان احنا عيله. ماما هتعملهولنا، تسلم ايديها، في الفرن بتاعها. هنعمله في الفرن وهنحمر الرز والفراخ ونوريها لكم في الاخر. ورجعنا لكم تاني بعد ما الاكل طاب. البطاطس اهي، صينيه البطاطس حمرنا وشها، والبريمه عملنا رز معمر زي ما قلت لكم، وشه احمر وجميل اهو. والفراخ برضو حمرناها. يلا اتفضلوا معانا. تسلم ايدي اللي عمل. ما تنسوش لو عجبكم الوصفه متنسوش تشتركوا في القناه وتدعموها وتفعلوا الجرس.